السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ هنرجع نقول ونعيد. الاكل الصحي او الاكل الدايت مش معنى ان انا بعمل اكل صحي ان انا هاكل اكل مسلوق او طعمه وحش. بالعكس، شوية تاتشات وشوية حاجات صغيرة هيبقى اكل انا حباه واكل صحي وحافظ على صحتي، مش عشان عايزة اخس بس عشان احافظ على صحتي. بصوا القرص دي، بصوا الجمال، طرية وحلوة جدا جدا. وبصي لونها، قرص فايش، عاملينها بالدقيق الحبة الكاملة او الدقيق الاسمر. عملنا فايش طري طعمه حلو مع كوباية شاي كده او كوباية نسكافيه، وتبقى حاجة وهم. عملناه بطريقة ينفع ناكل منه من غير ما نحس بتأنيب ضمير ان انا اكلته وهتخن، ان انا اكلته وهتعب. لا، هنعمله بطريقه حلوه. عايزه تنشفيه تخليه ناشف نشفيه، عايزه تسيبيه زي ما انا عاملاه كده طري عشان يتحط مع حته جبنه او مع بضايه، هيبقى براحتك دي ترجع لك انت. المهم ان انا بقول لك الفكره وبقول لك على تكات بسيطه تخلي اكلنا يبقى صحي، وانت بقى عليك ان انت تكملي الباقي. طب عايزين نعرف الجمال ده كله والطريقه عملناها ازاي؟ هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. معايا كوبايتين حليب، هحط عليهم خل تفاح. ما عندكيش خل تفاح حطي خل عادي. انا بحط ليه الخل؟ عشان عايزة اللبن بتاعي يروح، يبقى عامل زي الراي. يعني بصي هتلاقي اللبن دلوقتي يكتل معايا، او بصوا هيبتدي يعمل كتل. هو ده اللي انا عايزاه. بصوا ابتدى اللبن يتقل ويروب معايا. لو انت من الاساس عندك لبن رايب خلاص ما تعمليش الخطوه دي، او عندك لبن قطع بعد وانت بتستخدميه قطع، اشتغلي بيه ما ترموهوش. معايا كيلو دقيق، طبعا دقيق اسمر. الفتره اللي جايه ان شاء الله هنبتدي نشتغل على حاجات صحيه شويه عشان ناكل براحتنا ونتبسط، ومنها كمان ما نتخنش ان شاء الله. معايا عايزه معلقه خميره كبيره، وبحط بالمعلقه ديت معلقه وشويه عشان المعلقه بتاعتي ديت مسطحه. كمان الخميره بتفتح لي اللقمه بتاعتي، بتخليها فاتحه، وكمان بتساعد على الخمر. عايزه كمان هنحط دول كده حوالي 3 معالق كده سكر. الحاجه الوحيده اللي ما بقدرش استغنى عنها في العجين السكر، اللقمه بتاعتي طعمها يكون مش حلو. طبعا احنا عايزين نعمل فايش، والفايش اساسي. احنا ده فايش برضو الافران، مش الفايش الصعيدي الاصلي. احنا عاملين مع بعض 5 كيلو فايش صعيدي اصلي. هاخد معلقه كركم، وهحط نص معلقه قرفه. جربي اهي. بصوا هينقل معاكي الخليط دوت في حته تانية. هتاكلي الفايش ده باذن الله. ورشه الملح، اي حد هياكله عندك هيقولك انت عاملاه ازاي، في ايه. طعم حلو. يعني اول حاجه طعم حلو، ثانيا طبعا القرفه حلوه للتخسيس، الكركم حلو عشان العظم وبينفع برضو للتخسيس. فاحنا عاملين وصفه ما شاء الله كل المكونات اللي فيها حلوه. بصوا اللبن بتاعي عمل ازاي، قطع. هو ده اللي انا عايزاه. هنزل كوبايتين. انا كده كده واثقه ان الكوبايتين مش هيعجنوا لي الدقيق، فعشان كده نزلت بيهم بقلب. وهبتدي بقى اعجن العجينه بتاعتي. ناقص عندي ايه؟ معايا معلقتين زبده، مش هحط اكتر من كده. هتلاقي بطن العجان بتاعي نضيف، العجينه اهي لمت وطريه معايا. العيش ده بالاخص او الدقيق الاسمر، حاولي تخلي العجينه بتاعته تكون طريه شويه عشان الخمر بتاعه وعشان يظبط معاكي. هنحط بقى معلقتين الزبده. ليه المره دي حطينا زبده ما حطيناش سمنه؟ عشان الزبده او السمنه البلدي اصح. بدل بنعمل اكل صحي يبقى الزبده او السمنه البلدي اصح من الزيت اللي احنا بنستخدمه. الزيوت اللي احنا بنستخدمها دي زيوت مهدرجه، لا اما تستخدمي زيت زيتون.
يعني الزيت الوحيد اللي حلو اللي تستخدميه زيت زيتون، مفيش زيت زيتون، لا سمنة بلدي اللي احنا بنعملها، لا اما زبدة. هعجنه كويس جدا عشان القوام بتاعه بقى يبقى حلو، والزبدة تغلف العجينة كلها. بصوا يا حبايبي، خلاص الزبدة اهي. بصوا العجينة بتاعتي ما شاء الله حلوة جدا كده. اللقمة معاكي تبقى طرية لما كمان تخمر. بصوا هي طرية اهي، بس ما بتلزقش في ايدي. كل اللي انا هعمله هلمها بقى، وفي زبدة اهي في الجناب، هلمها واسيبها تخمر. احنا الجو حر ان شاء الله، مش هتاخد معانا وقت، يعني ممكن نص ساعة لما تلمي اللي حواليك وتكون خمرت معاكي. حبايبي العجينة ما عادتش حتى ربع ساعة، ما شاء الله تبارك الله. نعمل ايه بقى كده؟ انا بس مقربه لكم كده عشان اوريكم انا هعمل ايه. هنقطع العجينه. انا عايزه العجينه القرصه حوالي 100 جرام. بصوا يعني انا عايزه الحجم ده. بصوا الحجم ده كده حلو ما شاء الله، حلو جدا جدا. هعمل ايه بقى؟ بصوا العجينه معايا طريه ازاي. في ميه عاديه جدا، هنزل في الميه وهنزل في السمسم كده. هي خدت معايا شويه سمسم محترمين، فهبتدي احط العجينه بتاعتي. طبعا السمسم حدث ولا حرج في الكالسيوم، يعني السمسم حلو جدا، كالسيوم مفيد جدا جدا. معاكي ميزان هتوزنيهم كلهم قد بعض، بتعرفي انت تقطعي العجينه وتكون مظبوطه معاكي، مفيش اي مشكله. المهم بس نحاول على قد ما نقدر ان هي تكون قد بعض، عشان الشكل النهائي في الاخر يبقى زي بعض، ما تبقاش واحده واحده. بتحبوا الحاجات لما بتشتروها من بره عشان التناسق وشكلها، فخلاص يعني اوزني او اظبطي ايديكي. بصوا حاولي فريتيها كويس، لسبب ان كده كده هتخمر تاني معانا، فهترتفع معايا، فما يكونش السمك بتاعها عالي جدا. هقطع كل الكميه وارجع لكم بعد ما شاء الله ما شكلناهم. بصوا انا فرتاهم ازاي عشان هما لسه هيخمروا. عملوا معايا ما شاء الله 20 قرصة. حجم القرصة حلو، بس انا عاملاه حجم القرصة كده حوالي 100 جرام، عشان هو اللي ياخد القرصة تبقى هي مع حتة جبنة مع بضاية مع اي حاجة، تبقى هي اكلة متكاملة. بصوا دول اللي اتعملوا الاول ابتدوا ينفخوا ويعلوا، ولسه كمان هيعلوا اكتر من كده. يعني القرصة ما شاء الله هتبقى حلوة كده، هتبقى مشبعة. القرص دي انا عايزاها طرية، ده يعتبر فايش، ده فايش بس طري، ومعمول بالتقيل قمح الكامل اللي هو تقيل، اللي هو يمشر الدايت، عشان ما تحسيش ان انت عندك حرمان من اي حاجة ممكن تاكليها، ولو كوني بتعملي دايت او نظام صحي فتقولي مش هعرف اكلها. لا باذن الله وان شاء الله كل حاجة احنا بناكلها مش هنغير اكلنا احنا، بس هنغير شوية حاجات بسيطة فيه نخليه يصلح لينا ان احنا نعرف ناكله. احنا مش عايزين يبقى فيه حرمان. فعايزه كمان تعمليه ناشف مفيش مشكله، اعملي اللي هي الصوابع الرغيف الكبير وتقطعيه، او الصوابع اللي احنا كنا عاملينها، او قرص كده وتنشفيها براحتك مفيش اي مشكله. قلنا القرص بتاعتنا ديت قرص طريه. يعني ايه طريه؟ يعني انا عايزه ادخلها الفرن على درجه حراره عاليه، مش عايزاها تاخد معايا وقت. يعني هدخلها الفرن درجه حراره 200 220 حسب الفرن بتاعك، رف اوسط. تاخد بقى نص ساعه، تاخد اكتر تاخد اقل، طبعا حسب الفرن. وهقولك هي معايا بالظبط خدت قد ايه. انا مشغله الفرن، طبعا الفرن هيسخن المكان فهيخليها تخمر معايا بسرعه، وكده كده الجو حر. هنسيبها تخمر وهوريكم شكلها قبل ما ادخلها الفرن هتبقى خمرانه وعامله ازاي. بصوا حبايبي خمر معايا وبقى ما شاء الله عليه. بصوا بقى هش وحلو جدا. الفرن بتاعي حقق درجه الحراره بتاعته، انا عاملاه على درجه حراره 200. عندك مروحه شغليها، ما عندكيش ما فيش اي مشكله. هندخله رف اوسط درجه حراره 200 او 220 حسب الفرن بتاعك. وهقولك هو قعد معايا قد ايه بالظبط. خدت معايا بالظبط 30 دقيقة، نص ساعة. درجة حرارة كانت 110، وكنت حطاها في الرف في النص ومشغلة المروحة، ومش أساسية المروحة. أول ما طلعته ما شاء الله قمت بخاه بخة مية وغطيته.
بصوا، وده لسه دافي. بصي بقى بسم الله، بصي عامل ازاي، ريحته بقى حكايه. عايزه تنشفيه نشفيه، عايزاه طري براحتك، تاكليه مع حته جبنه، تاكليه مع بضايه براحتك. ريحته حلوه جدا 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 جدا. عملنا فايش او عملنا قرص صحي نقدر نفطر بيه او نتعشى بيه من غير ما نحس بتأنيب ضمير. بس ما اكلش 3 4 واقول ما هو معمول بدقيق دايت، لا، هي الواحده حلوه قوي مع حته جبنه مع بيضتين ما شاء الله، مع اي حاجه خضره كده ولا طماطم، ويبقى 100 فل 14. يبقى احنا كلنا، او مع كوبايه شاي، يبقى احنا كلنا اللي احنا نفسنا فيه. بس حولناه شويه باكل صحي عشان ما حدش يقول ان الاكل الصحي طعمه وحش. يا رب وصفاتنا تكون سهله وخفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.